اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الأكارم، أيها الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم الإفتائي اليومي هلا سألوا، الذي نلقاكم فيه كل يوم على الجزائرية الخامسة قناة القرآن الكريم، إجابة للأسئلة والاستفسارات، سائلين الله تعالى جل في علاه أن يشملنا وإياكم بالخيرية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف عن معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأسعد في بداية هذا اللقاء ومطلعه باستضافة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعيد بويزري. أهلا وسهلا دكتور. مرحبا، حياك الله. الله يبارك فيك. نتشرف بلقائك اليوم. الله يبارك فيك، شعور متبادل. ونحيي السادة المشاهدين والمشاهدات الذين يتابعوننا ويتواصلون معنا، والذين نسعد بتلقي مكالماتهم بعد بيان موضوع هذا اللقاء. أيها الأحباب الأكارم، الجهل آفة من الآفات ومصيبة من المصائب، إذا حلت في المجتمعات فإنها تفسد ولا تصلح، وما من أمة حل فيها الجهل إلا حل فيها الهلاك والبوار. وضرر الجاهل أشد وأنكى على المجتمع من غيره، وقد قيل: عداوة العاقل أقل ضررا من مودة الجاهل. قال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى: اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين، فإنه آفة كل مفتون. والوصية القرآنية أحبة الإيمان التي نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تكن من الجاهلين. ولا تكن من الجاهلين، هذه الوصية القرآنية للنبي صلى الله عليه وسلم، نقف مع معانيها وجملة من فوائدها مع صاحب الفضيلة دكتور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ولا تكن من الجاهلين، وصية قرآنية من رب العزة جل جلاله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الوصايا القرآنية لابد أن ينظر إليها نظرة اعتبار، بمعنى وصايا القرآن وأحكام القرآن هي الحافظة للإنسان، هي الحافظة للمجتمعات، بل هي الحافظة للأمم. وهذه الوصايا والأحكام على أساسها تبنى الحضارات، على أساسها يتحقق التعايش بين الناس، ويتحقق التناغم والانسجام بين أفراد المجتمع الواحد، بل بين أفراد البشرية جمعاء، باعتبار أن الناس جميعا كلهم لآدم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم لآدم وآدم من تراب. فما خلق الناس إلا لتحقيق هذا التعايش فيما بينهم، لكي يعيشوا في حالة من الاستقرار والطمأنينة والسكينة. إذا ساد الجهل وتفشى الجهل وتجذر الجهل في قلوب الناس، وقع الفساد، وقع الدمار، وغاب العمار. فالجهل له معاني عديدة. من معانيه معنى الجهل الذي ينافي العلم، الذي ينافي المعرفة. فعند غياب العلم وعند غياب المعرفة يحل الجهل، وإذا حل الجهل وقع الناس في ألوان من الفساد، بل ضاع الناس، يعيشون في حالة من التيه والضياع. الجاهل جاهل، يضيع، يتيه، لا معالم يبصرها ولا عواصم يعمل وفقها، فيضيع. فإذا ضاعت معالمه ضاع. لذلك الجهل يساوي التيه والضياع. نذكر على سبيل المثال في أمر العبادات مثلا، إذا كان واحد يجهل
أحكام الدين في العبادات، فإنه لا يعبد الله حق العبادة. إذا قلنا الجهل يعني عدم العلم، عدم العلم هذا معنى من معاني الجهل، عدم العلم. فالذي يجهل قدر الله عز وجل، يعني لم يقل الله عز وجل في القرآن الكريم وما قدر الله حق قدره. الذي هو الجاهل الذي لا يعرف قدر الله عز وجل، ولا يعرف قدر النبيين، ولا قدر المرسلين، ولا قدر السلف، ولا قدر الصالحين. جاهل. الإنسان الجاهل طبعا لذلك يقال الإنسان عدو ما يجهل، ليس كذلك؟ الإنسان عدو أكيد ما يجهل حقيقة. نعم. يعني سمحوا لي، يعني هذه الأيام الأحداث التي حصلت هذه الأيام، الذين يسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجهلونه. لو تعلموا وقرأوا سيرته العاطرة ودرسوا ميراثه النبوي المتمثل في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية المطهرة، ما تصرفوا هذه التصرفات التي تنبئ عن السخرية والاستهزاء بأعظم رجل وبأعظم رسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان عدو ما يجهل. لذلك الإنسان حتى أحيانا تأتي من عارف، من من دارس، من واقف على حقائق الأمور، ولكنه يطأ بقدمه هذه. هنا يأتي المعنى الثاني للجهل، وهو الظلم والجور. لذلك يعني الإنسان ألم يقل الله عز وجل في القرآن الكريم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. معنى الحقيقة الناصعة، البينات الواضحات، الأدلة الناصعة التي لا تقبل إثبات العكس، مع ذلك لينكرونها جحودا ونكرانا وعدوانا وحسدا من عند أنفسهم. يعني كان مبررات بالمناسبة لمثل هذه المواقف. أليس كذلك أخي محمد صالح؟ طبعا. لذلك الناس ليسوا سواء وليسوا في مقام واحد، ليسوا سواء. لذلك هذه اللفظة القرآنية تحتمل معاني عديدة. فنجد من هؤلاء نماذج من يرفض الحقيقة ولا يعترف بها ويستهزئ بها رغم علمه بصدقيتها. قل هذه حقيقة ولكن ينكرها. ربما إذا اعترف بها تضيع مصالح معينة، أو أليس كذلك تدخل حسابات أخرى. هذا كجهل إبليس. كجهل إبليس، بارك الله فيك. كجهل إبليس تماما، كجهل إبليس. هو يعلم الحقيقة ولكن هكذا، ولكن مصيره معروف. ويخاف الله، يخاف الله رب العالمين كما ذكر الله رب العالمين. نعم. ولكن هذا الصورة اللي تكلمت عليها دكتور هي صورة أخرى من الجهل. الصورة أخرى. والجهل صور. قابيل ما اعتدى على أخيه هابيل إلى بالجهل. خلاف بينه وبين أخيه. أعلن مخافته لرب العالمين يوم القيامة. يوم القيامة. نعم. بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين. ولكن هذا الخوف يعني قابله جهل إبليس. قابله جهل إبليس. بارك الله فيك. فبالتالي إذن ما فعله إبليس وما فعله قابل في حق أخيه، كل هذه صور لهذا الجهل. طيب إذن فغياب الجهل الذي ينافي العدل، الجهل الذي يساوي الجور، الذي يساوي الباطل، الذي يساوي الظلم، أيضا يدخل في معاني هذه الآية ولا تكن من الجاهلين. لأن مثل هذا الجهل أيضا يؤدي إلى الدمار، يؤدي إلى الفساد، يؤدي إلى ضياع صاحبه وتضييع غيره، وإلى تضليل صاحبه وتضليع غيره. وهناك أيضا معنى آخر الجهل وهو الذي ينافي الحكمة، الذي ينافي الحكمة. جهل الاستفزاز. نعم. هذا أيضا تصرف من جاهل فيجهل الطرف الثاني أكثر من جهل الآخر. تماما. بارك الله فيك. هذا أيضا لون آخر من ألوان الجهل. إذن فمعاني الجهل كثيرة وصوره عديدة، ولكن يأتي هذا البيان القرآني وهذه الوصية القرآني ولا تكن من الجاهلين. لأن حضور الجهل بجميع صوره يساوي الفساد، يساوي الضلال، يساوي الدمار، يساوي التمزق، يساوي العدوان، ويساوي الظلم. يعني الآن حضارة العصر الآن تكنولوجيا قدمت الكثير، وإعلاميا، وثورات عديدة على مستوى الفلك، على مستوى في جميع تخصصات الدنيا هناك ثورات علمية كبيرة جدا، ولكن هناك الجهل يرافقها. فمرافقة الجهل لهذه الثورات العلمية في جميع المجالات يؤدي للدمار. لذلك عقلاء الغرب الآن يقرون بهذا، يقول لك إن حضارتنا كيف أنها لم تسعد الإنسان بل زرعت الشقاء ولم تزرع السعادة،
إلى حد كبير. لماذا؟ لأنها تملصت عن القيم وتملصت عن الأخلاق، فأصبح نوع من الجهل يرافقها، لذلك حصل منها ما حصل. لذلك لابد أن نعلم جميعا بأن الجهل مصيبة كما قلت فعلا وآفة كبيرة، لابد أن نعمل جميعا ونستثمر جميع قوانا من أجل على الأقل تضييق دائرة الجهل لنعيش في سلام ونتفادى أضراره التي لا تعد ولا تحصى. مقام آخر مرادف لهذا المعنى دكتور في القرآن الكريم هي وصية الله عز وجل لنبيه فأعرض عن الجاهلين، الإعراض عن الجاهل والجاهلين. نعم، هذا أيضا مقام آخر. نعم. ربنا قال في القرآن الكريم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قبلها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالجاهل إذا لم نعرض عنه، إذا شجعناه، إذا حفزناه، إذا وافقناه، إذا أيدناه، معناه تتسع دائرة الشر وتتسع دائرة الفساد. وفي الوقت نفسه أن لا نستجيب للجاهلين، وهذا أيضا معنى آخر مقصود. لأنه إذا كان حتى واحد على مستوى حومة كما نقول داخل في حومة ولا في عمارة ولا في أي تجمع سكاني، إذا كان واحد يعني جهل، يخي قالها زمان هذاك الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يا لطيف، فنجهل فوق جهل الجاهلين. نعم. يعني التنافس في حاجة أخرى. وقال لا يجهلن أحد علينا. إذا كان خلونا طرنكينا نعم. ما كانش مشكل، ولكن وإلا نعم. فنجهل فوق جهل الجاهلين ولا حول قوة إلا بالله. نعم. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم يضبط هذا الأمر بقوله لا ضرر ولا ضرار. أكيد لا ضرر ولا ضرار. فالإعراض عن الجاهل إن شاء الله تعالى يخليه يراجع حساباته، ثم أنه لا نستفزه ولا نقبل ونستجيب لاستفزازاته، فقد يكون ذلك هو الأسلوب الحكيم من أجل عودته إلى جدة الحق والصواب. آمين يا رب. شكرا دكتور على هذه الوقفة وعلى هذه الإفادة وعلى هذه الكلمات الطيبة. ولكم مشاهدينا الكرام أن تتواصلوا معنا على الأرقام الهاتفية 021 37 42 87 021 37 45 64، وستظهر الأرقام بعد قليل إن شاء الله تعالى. في انتظار تلقي المكالمات. نعم فيه مكالمة. جيهان من العاصمة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام يا جيهان. تفضلي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. تفضلي بالسؤال. أنا سهام من الجزائر. سهام أو جيهان؟ سهام. معذرة يا سهام. نقصي التلفاز لأمامك، نقصي. تفضلي. أنا عندي مشكلة، يعني تزوجت مع واحد إنسان عايش في فرنسا. نعم. يعني هو يسمى نهار تفهمنا باش زعما يغسل يسمع لي الكوع تاعي وديني. كيفاه؟ ودوك أعيدي يا سهام، راك تسمعي فيها من التلفاز، الله يحفظك. نقصي التلفاز. دوك اسمعيني من الهاتف، اسمعي. الو. على واش تفاهمتي انت وهذا الزوج؟ دوك هو حاب يخليني هنا في البلاد وهو يروح ويجي. تفهمتي تروحي معاه؟ للأسف. نجيب في المعنيين. نعم. الأول والثاني. نعم. من سهام إلى أين؟ نعم. أم وسام من ولاية البويرة، السلام عليكم. أم وسام السلام عليكم. وعليكم السلام. نقصي التلفاز الله يرضى عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. نقصي التلفاز أم وسام الله يفتح عليك. نقصي التلفاز. ألو. نسمعك. السلام عليكم. نعم. السلام ورحمة الله. إذن الرجاء التواصل مع أم وسام يا كمال حتى تسمعنا جيدا. فاتحة من ورقنا. نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ أنا أخت متصلة من ورقنا. إيه مرحبا بك. كانت عندي خالة كانت مقيمة معنا هنايا في الدار. نعم. وتوفات. رحمة الله عليها. وكان عندها مبلغ من المال وصياغة. نعم. وهذه الخالة هذه عندها بنت وحيدة، وكان في حياتها كان عندها ولد وجاب دراري لكن هو توفى.
عندها بنت. الأمانة هذه اللي قاعدة تعبنا احنا حبينا نعطوها لمولاها اللي يستحقها. الولد مات قبل يماه؟ هي ولد مات قبل أمه وكان عنده 5 أولاد. خلى 5 أولاد ذكور؟ 3 ذكور و2 بنات. نعم. هو توفى وولاده عايشين وعندها بنت. نعم واضح إن شاء الله. هذه هي. درك المال هذا ودها كيفاش يتقسم برك؟ هل عندها الوالدين والديها ما عندهاش والديها؟ لا الخالة كبيرة ميتة. كبيرة. حتى واحد. نعم. عندها إخوة برك أما الوالدين متوفين. عندها خاوة؟ عندها أخ وأخت. أشقاء ولا لا؟ هي. عندها أخ شقيق؟ إيه أخ شقيق وأخت شقيقة. عندها أخ وأخت. هذو حيين ولا ماتوا؟ لا حيين. نعم. الآن يجاوبك إن شاء الله الشيخ. شكرا. العفو. شكرا جزيلا. أم وسام تفضلي الآن. تفضلي يا أم وسام. الو. نعم السلام عليكم. خويا حاب نسأل سؤال. نعم. ما حكم الزوج قال لزوجته أنت طالق مرة واحدة في حالة غضب؟ هل تسمعني يا شيخ؟ نسمعك. ها؟ راني نسمعك ولو نسمع الزوج خير. ما نقدرش نسمع هذا الزوج. ما كاش أخويا. نعم. مرة واحدة يعني طلاق. مرة واحدة في حالة غضب. سألتوا الإمام ولا ما سألتوش؟ ما سألتش يا شيخ. هذه جديدة ولا عندها وقت؟ عندها مدة أسبوع. وكيف راكم الآن؟ ها؟ تراجعتوا ما تراجعتوا؟ راكي غضبانة؟ كيف راكي يعني؟ مانيش غضبانة مبرك راني حابة. قال لي شغل 3 مرات في الكلام. ايه؟ قال لي 3 مرات. هذه أول مرة يصرى بينكم هذا الأمر؟ ها؟ أول مرة يصرى هذا الأمر؟ أول مرة يصرى في هذا الأمر حالة غضب. شوفي جاوبك الشيخ إن شاء الله ولازم تتابعي الإعادة مع زوجك. معليش. غدا إن شاء الله صباحا أو في منتصف الليل لأن الجواب مهم للزوج. شكرا. إلى فاطمة من تيارت. السلام عليكم شيخ. مرحبا يا فاطمة. شيخ بنسألك في واحد السؤال يعني واحد زوجة صالحة طيبة يعني من كل الجوانب وموفرة للزوج الشريعة الإسلامية. وعشت معاه مولة 8 سنين بدون أطفال يعني وهو وحده تسبب في مشاكل وطلقها بدون أسباب. فتنات واحدة في الهاتف الله أعلم وكما قال لك ربي وكيله حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ودخلها شرع وحده وهي بنت فاميليا وتعقدر وخدامة وإنسانة مقادرة نفسها إنسانة محتمرة الحمد لله ونعم الحمد. لكن عند الحقوق اللي حكموا فيهم في المحكمة هي سمحت قالت لهم المهم نحوس على كرامتي. لافوكا قال لها غدوة كيفاه مع الله قالت لهم الله يسمح ما نطيقش صاي. سمحت حكموا لها ب 11 مليون ونص. هي سمحت ما تنازلت على الحقوق يعني كي خسرها الزوج صاي. وهو تسبب في الحياة الزوجية ماشي الآن سؤالك على حكم المحكمة ولا على المحكمة تاع الشرع تاع ربي وش أمام الله غدوة. أنا تنازلت يعني هو كي هد هذا البيت وهدته وحدة ربي وكيلها. نعم الله يتولاها إن شاء الله. والحمد لله يعني أنني في بيتي محترمة الحمد لله عايشة مع الوالدة الحمد لله ونعم الحمد معتمرة خدامة من الخدمة لداري الحمد لله. أنا ندعو ربي إن شاء الله يرزقنا بزوج صالح طيب يعني يعوضني الله إن شاء الله تعالى. العوض من الله والخلف من الله إن شاء الله. ما شاء الله. شكرا يا فاطمة. إيناس من أم البواقي ونجيب إن شاء الله. شاهيناز عفوا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام يا شاهيناز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. الأخ حبيت نسقسي برك نبدأ. ابداي تفضلي. يعيشك أنا سيدة متزوجة في عمري 22 سنة.
على خلاف دائم مع الزوج تاعي. نعم، لماذا؟ والله مشاكل تاع الدنيا ديما هكا، هو يشرب الخمر ومشاكل ما نعم. تعرف. يعيشك طلقني المرة الأولى، هو ماهوش شارب الخمر، كساني وردني. طلقك عادي كان؟ كيف هذه الطلقة كانت؟ الطلقة هذه الأولى كيف كانت؟ طلقة أولى كان في حالة غضب شديد، هو شهر رمضان طلقني، قال لي أنت طالق، بس ما خرجتش من الدار، كساني وردني. وقتاش ردك شاهيناز؟ متى تمت الرجعة؟ وقتاش ردك؟ ردني بالغدوة، بلاك غدوة ردني. غدوة من ذاك؟ هاي غدوة من ذاك. الطلقة الثانية؟ المرة الثانية طلقني المرة الثانية بعد ما كانش شارب الخمر وكنت نافس، دار عشاء هكا وردني. يعني كان في حالة عادية؟ كان في حالة عادية، ما شربش الخمر. الأولى كان في غضب شديد وسكر، ما قلت في حالة غضب شديد وسكر. المرة الأولى والمرة الثانية كان في حالة غضب برك، ما كانش في حالة سكر. الأولى كان في غضب وسكر؟ لا، في حالة غضب برك، لما ما كانش شارب الخمر في شهر رمضان. نعم. والمرة الثانية ثاني في شهر رمضان لم يكن ما كانش شارب الخمر. ردك في الطلقة الثانية؟ هاي كنت نافس ودار عشاهك وردني فقط ولا في طلقات أخرى؟ المرة الثالثة والرابعة كان شارب الخمر، بس ماهوش في حالة سكر شديد. يعني ما يقول غدوة من ذاك على باله وش قال البارح، طلقني قال لي انت طالق، كان في حالة غضب شديد كذلك. اما في المرة الخامسة قال لي راكي حرمتي مرتين، وكان في حالة سكر شديد. نعم، واضح إن شاء الله. شكرا. يعني لا أراك معاه ولا سألته ما سألتوش؟ تلقاني في دار نفس، مانيش حابة نخلي داري، وهو متمسك مش حاب يطلق. سألته على الموضوع ولا لا؟ يقول ما كانش عندي نية للطلاق. سألته ولا ما سألتوش؟ هذا سؤالكم الأول ولا سألته من قبل؟ سألنا كل واحد كيفاه يقول. كان لي قال لي في حالة سكر صافي يقع الطلاق، بس هو اللي قاعد يخمر في روحه، ماهوش قال مرض مزمن ولا حاجة من عند ربي. هو اللي قاعد يريح في عقله. وكاين اللي يقول لي يقع صافي ما يقعش طلاق، بس في حالة سكر. وانا في حيرة من امري، مش حابة حيرة. ما دام الاكثار من اسئلة المفتين يوقعك في حيرة اكيد. يعني كل مفتي كيف ينظر للحالة الطلاق هذا؟ والله فتاو لي زوج هكا، في ساعة حبيت نتصل بيه. احنا تهمنا هذه الفتاوى اللي قالوها لك، والشيخ ان شاء الله يعطيك الجواب شكرا. الشافي والكافي بربي ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. شكرا، مع السلامة. دكتور، نبدأ بالأسئلة الواردة. معنا سؤال أختنا وردية من فرنسا. وردية سنة كبيرة، بدأت صلاتها في سن 30. قالت لما بدينا الصلاة كنا نصلي هكذا، يعني بلا ستر ولا شيء، يعني لا نعرف أحكام الصلاة. ثم من بعد تعلموا كيف تكون الصلاة وكيف تكون العبادة لله عز وجل. الآن تسأل على هذه الصلاة اللي صلاتها دون ستر، يعني صلاة عادية. دكتور، وترجو منكم الإجابة يعني باللغة القبائلية، باللغة العربية والقبائلية. بارك الله فيك. وأولا الصلاة بني الإسلام على 5 في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر، بني الإسلام على 5. بعد الشهادة تأتي الصلاة مباشرة بعد الشهادتين. والصلاة هذه طبعا مفروضة علينا، ويعني مفروضة على كل، تجب في حق المكلف بمجرد بلوغه سن التكليف، سواء ذكر كان أو أنثى. طيب، ولكن كما قلت السؤال الأخت وردية، نقول لك الآن إن شاء الله صلاتك صحيحة. وطبعا قد تكلمنا اليوم عن الجهل، وقد قلنا في المعنى الأول للجهل الذي ينافي العلم. إذا كان واحد ما عندوش العلم والمعرفة، حتى العبادات نتاعو لا يؤديها كما يجب. نعم. طيب، إذن ولكن أنت درتيها العبادة طبعا بنية وبإخلاص، ولكن بهذا الجهل إن شاء الله صلاتك صحيحة. ولكن أنصحك بالإكثار من النوافل، الإكثار
من النوافل. الرواتب هذه كتاع قبل الظهر ركعتين ولا 4، وبعد الظهر كذلك، ثم بعد المغرب ركعتين، وهكذا. يعني الرواتب اللي هي معروفة حاولي اكثر منها، وحاولي أيضا بصلاة النوافل الأخرى يعني كقيام الليل وغيرها من النوافل، الإكثر من النوافل. هذا والله أعلم. أولت ما وردية ثمزورث هذه قبل ربي إن شاء الله تظلث الزلظ أتي قبل ربي معنا تظلث صحة من ناحية الفقه نقول صلاة صحيحة القبول عند الله، ولكن أدريني يمكن نرجو القبول من عند الله عز وجل. تظلث إن شاء الله صحة أكي يكون تظلن يعني الكثرة كي يكون لاني ثذرين ثمتين غيث وشورين غاكا تسيت مسنين سنت تلاوين هذه قبل ربي إن شاء الله تظلث صحة. ولكن سجواها ربي النافلة نظلث يعني أحرش شوية رنوسي النوافل. أما الرواتب إني قبل طهور سنة ركعات 4، بعد طهور سنة 4، بعد المغرب سنة ركعات، تظلث ندقيض فينا نصحورة كنتينا قبل الفجر، يعني تظلث النافلة تظلث الضحى نطحى ومن قرص قبيل تظلث نطحى سنة 8 يعني ظل نوافل أين من الزمر. وهذه قبل ربي إن شاء الله ما تظلث الزلط زيكك تظلث الصحة هذه قبل ربي إن شاء الله يا رب العالمين. السؤال الموالي لولد في حصة صلح وخير، ووعدت زميلة نجاة بالإجابة عن السؤال هذا في حصة هلا سأل. سأل اللي سألتك عن حكم العمل في شركات تأمين دكتور سعيد. نعم طبعا هذا السؤال يعني سؤال كبير يحتاج إلى وقت طويل، لكن حاول نعطيك في شكل رسائل. أولا التأمين أو عقد التأمين يعتبر من العقود المستحدثة أي الجديدة، لم تكن معروفة بهذا الشكل في يعني سابقا، لا في عهد السلف الصالح ولا في عهد التابعين ولا في عهد التابعين لا غير معروفة هذه، ولا في عهد الأئمة المجتهدين ماهيش معروفة بهذا الشكل، فهي من العقود المستحدثة في هذا الزمان. طيب العلماء والمجامع الفقهية حينما نظرت إلى هذا النوع من العقد كما نظرت في سائر العقود المستحدثة في باب كبير اسمه فقه النوازل، حينما نظرت هذه المجامع الفقهية يعني أعطوا جملة من الآراء. الرأي الأول بالنسبة للأول قسموا بين ما يسمى بالتأمين التجاري والتأمين التعاوني. التأمين التعاوني المبني على التبرع والتعاون هذا جائز باتفاق وما هوش موجود في جميع البلدان هذا النوع من التأمين. أما التأمين التجاري التأمين على البضائع والوسائل النقل وهذه الأمور كامل هذا كما قلت هو يسمى باصطلاحا بالتأمين التجاري. فجماهير العلماء وجماهير يعني وكذلك المجامع الفقهية أفتت بعدم الجواز، وطبعا هم قدموا مبررات. من هذه المبررات أنه مؤسس على القمار، فيه المقامرة، فيه الربا، فيه الغرر، يعني بعض الغرر أو الغرر فيه الغرر وهكذا. يعني بناء على كل ذلك نظرا لاشتماله على الربا والقمار والغرر من أجل ذلك منع، فأفتوا بعدم الجواز، بعدم جواز هذا النوع من التأمينات. فبالتالي ومن ذلك ومن لوازم ذلك عدم الجواز في العمل في مثل هذه الشركات. ولكن هناك رأي آخر معتبر سنفتي به الآن. إيه هو؟ قلت في مقدمة الكلام أنه هذا عقد مستحدث، عقد جديد نديرها في بالنا. هذه النقطة الثانية أن الشريعة الإسلامية إذا كان في المسائل المحرمة قطعا بلا شبهة، يعني قطعا المسائل القطعية هذه ليس فيها نقاش، محل اتفاق بين جميع العلماء سلفا وخلفا، هي التي تدخل في منطقة القطعيات لا في منطقة الظنيات والاجتهاد. ونعتقد أن هذا العقد يدخل في منطقة الاجتهاد. كي خرجناها من دخلنا في دائرة الظنيات أو دائرة الاجتهاد. في الاجتهاد هذا الرأي الثاني ماذا يقول؟ يقول بجواز عقد التأمين أولا لكونه مبني على المصلحة الشرعية، يحقق جملة من المصالح الشرعية. من هذه المصالح أنه الآن لا يمكن تصور تجارة سواء داخل الوطن أو خارج الوطن دولية
بعيدا عن عقود التأمين، لأنها هي من الضمانات التي تكفل هذاك الأضرار، خاصة إذا كانت جسيمة وهي محتملة الوقوع. لو كان ما تكونش مثل هذه الشركات نتاع التأمين، يعني حتى الحركة التجارية ستضعف يقينا. من يغامر بهذه الأموال الضخمة صعب جدا، ليس بالأمر الهين. ومن يستعيد تحريك العجلة من جديد إذا تعرض لخطر. نعم، ومن يحرك فإذا تعرض لخطر وذهب ماله، انتهى ماله نهائيا. نعم. كيف ينهض من جديد ليحرك ماله ورأس ماله وبعدين يتحرك وطبعا هذا عنده علاقة بالتنمية، عنده علاقة بالاستثمار، عنده علاقة بالحركة التجارية. إذن المهم باش ما نفصلش أكثر من هذا، نقول أن العلماء الذين أفتوا بالجواز بناوا الحكم نتاعهم أو الرأي نتاعهم والفتوى نتاعهم على المصلحة، ولكن هي مصلحة شرعية معتبرة بشروطها الشرعية. نعم. من هذه الشروط مضبوطة، يعني مضبوطة، يعني من باش هذا الكلام راه موزون، راه مضبوط، لأن فيه توسع في مجال التأمينات. نعم. نعم. ومن هذه الشروط نتاع المصلحة أن تكون عامة لا فردية، أن تكون حقيقية لا متوهمة، أن تكون عامة لا خاصة، أن تكون إلى آخر، أن لا تكون أيضا مصلحة ملغاة، لأنه في شروط المصلحة من هذه الشروط ألا تكون مصلحة ملغاة، كقوله تعالى مثلا وحل الله البيع وحرم اليهود قالوا إنما البيع مثل الربا. نعم. ولكن ربي رجع قال رد عليهم قال وحل الله البيع وحرم الربا. أو كالذي يأتي مثلا يقول من المصلحة أن نوزع الميراث بين الذكر والأنثى بالتساوي، الذكر كيف كما هو كما الأنثى، الابن والبنت كيف الأخ والأخت كيف نقول لا، هذه مصلحة ملغاة شرعا ملغاة، وهي متوهمة، لأن الشرع يقول للذكر مثل حظ الأنثيين في النص القطعي ثبوتا ودلالة. إذن أقول أن لهذه الاعتبارات نتاع المصلحة ودرءا للفساد وحماية لرأس المال وكذلك توفيرا لشروط الحركة التجارية بشكل مستقر، وكذلك ضمان المخاطر خاصة إذا كانت جسيمة، لهذه الاعتبارات وغيرها من الاعتبارات أفتى العلماء بجواز هذه العقود. لذلك نقول عقود كثيرة ظهرت، مش غير هذه، في هذا الزمان عقود كثيرة ظهرت نرى صحة هذه العقود لاعتبارات ذكرناها، وبذلك يأتي الحكم الثاني أو الفتوى الثانية، بنرى جواز عمل الناس في مثل هذه الشركة التأمين، ولكن الأمل قائم على إحداث مراجعة حقيقية سواء لهذا العقد أو لسائر العقود بما يتفق مع أصول الشريعة الإسلامية وضوابطها. للعلم أن كثير من العقود الآن راهي موجودة للأسف، يعني لم تنطلق أساسا من فلسفة التشريع الإسلامي. طبعا هذا موضوع نقاش آخر، يعني المقام لا يتسع له إطلاقا، ولكن هذه كرسالة لمن يهمه الأمر أنه لازم توجه أنظارنا جميعا إلى إيجاد تلك الصيغ وتلك الأشكال والعقود التي تتفق مع فلسفة التشريع الإسلامي، والتي تنسجم مع ضوابط الشريعة الإسلامية، والتي تحقق المصلحة، والتي تدرأ المفسدة. عملها دكتور في الشركة؟ نعم. عملها الآن في الشركة؟ صحيح، يجوز لك العمل في هذه الشركة. شكرا دكتور. فتيحة من ورقة، قبل ذلك سهام من العاصمة، سمعنا نصف السؤال فقط. تزوجت مع شخص اتفقت معه على الذهاب لفرنسا. نعم. فأبقاها في الجزائر. يلا للأسف هو المسلمون عند شروطهم، يعني المفروض مادام هناك اتفاق بينك وبينه باش تتزوجي به وياخذك معه لفرنسا، ما يعيش هو جايح في فرنسا وتتعيشي هنا، المفروض تطبق هذه الشروط. الشرع ربي يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذه في سورة المائدة الآية الأولى. المسلمون عند شروطهم، وربي قال في القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد في سورة قاف الآية 18. معناتها حتى إذا كان ماشي شرط مكتوب المفروض يطبقه. بالمناسبة قانون الأسرة الجزائري نص على جواز الاشتراط في المادة 19. المادة 19 صباح سورة قاف الآية 18 في قانون الأسرة الآية 19 في قانون الأسرة المادة 19. قلت الآية هي
سورة قاف الآية 18 والآية المادة 19 من قانون الأسرة نصت على جواز الاشتراط بين طرفين بشرط أن لا يكون ذلك أحد الشروط يعني منافيا لمضمون أو لمقتضيات قانون الأسرة أو لمضمون قانون الأسرة. ما يخالفش مثلا ما يديرش الشرط يقول أنا أتزوجك بشرط لا ترثي، يعني كي نموت ما تورثينيش، لا، هذا الشرط باطل. لماذا؟ مع صحة العقد يبطل الشرط ويصح العقد. لماذا؟ لأنه قانون الأسرة خذها من الشرع الإسلامي أنه الميراث يتوزع كل واحد يأخذ حقه. أو أتزوجك ولا أنفق عليك مثلا يمنع النفقة هكذا. لذلك هذا الشرط صحيح. لا نرك يا أختي قلت باللي وبعدين أراد أن يتركني هكذا في البلاد، هكذا سمعنا. هي لا قالت أبقاها في البلاد، يعني أبقاها وتزوج وتم العقد وهو يذهب ويرجع يذهب ويأتي. والله نقول لك هذا العقد صحيح، كملوا حياتكم الزوجية وذكريه، ولكن يبدو أنه أصابها ضرر من هذا الحال. فالآن نقول لك الزواج لا ننصحك بالفراق، هذه من جهة. من جهة ثانية ذكريه باش يلتزم بمقتضى عقده معك بهذا الشرط. ولكن إذا كان جايح وخلاك كالمعلقة وجهل نرجعوا للجهل، بارك الله فيك محمد صالح. نعم. وهذا ثاني نوع من الجهل يعني. نعم. وخلاك واش يقول ربي سبحانه لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، هذا كلام ربي. نعم. وقال ربي في آية أخرى ولا تذروها كالمعلقة، فإذا يعني تضررت من غيابه فيجوز لك شرعا وقانونا طبقا للمادة 53 من قانون الأسرة الجزائري أنك تطلبي ما يسمى بالتفريق القضائي أو بالتطليق. ولكن دعي هذا التطليق وآخر الحلول إذا حل الضرر ورفض جبر الضرر ورفض الالتزام بما وعد، هنا لك الحق في الانفصال عنه دفعا للضرر. بارك الله فيك دكتور. إلى فتيحة من ورقلة ومسألة الميراث اللي خالتها ربي يرحمها برحمته الواسعة ويرحم أموات المسلمين أجمعين. نعم. ماتت عن بنت وأولاد ابن ذكر وإناث، 3 ذكور و2 من الإناث، وعن أخ شقيق وأخت شقيقة. الله يبارك. كيف يقسم الميراث؟ سهلة. أولا بارك الله فيك الأخت فاتحة أنكم حافظتم على الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أمانة التركة يعني. أمانة التركة. نعم. هي قد خلت أمانة وهي التركة الآن. طبعا التركة هذه تؤول إلى الخلفاء. من هم الخلفاء؟ هم الورثة. ومدام تركت بنتا، البنت ترث النصف لانفرادها وعدم وجود عاصب. يعني قاش اللي خلاته خالتك الله يرحمها ترث البنت نتاعها ترث النصف. خلت مثلا 20 مليون عندها 10 ملايين. خلت مثلا 100 جرام تاع الذهب عندها 50 جرام تاع الذهب، وهكذا كل شيء نص في جميع الممتلكات، سواء هذه اللي كانت أمانة عندكم ولا ربما عندها أمانات أخرى أو ميراث آخر. والباقي وين يروح إلى أبناء الابن اللي هما في 3 وابنتي ابن. إلى أبناء الابن، خاطر الابن هذا ولدها مات في حياتها. ما يحجبش البنات؟ لا. نعم، يعصبون. العصبة. إذن أبناء الابن وبنتي الابن هم عصبة في زوج، عصبة بالنفس هكذا. تعصيب بالنفس. نعم، تعصيب بالغير، عصبة بالغير، عصبة بالنفس. كل واحد هذاك عاصب بنفس الابن ولكن ابن الابن. ولكن مادام هناك بنت الابن اللي هو في درجتها، وبنت الابن تتعصب بابن الابن الذي يعني يكون حذاءها بفتح الحاء أو أنزل منها إذا كانت في حاجة إليه، وهو ما يسمى بالقريب المبارك. هذه إضافة مهمة. مادام هنا راه في درجتها كاين ابن الابن، 3 أبناء الابن، وكاين بنتي الابن. هذو الباقي اللي هو النصف يوزع بينهم
طبقا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى مادام 3 أبناء معنا ولو 6 وزائد 2 صافي 8، معنى الشيء اللي بقى هذاك النص هذاك يتوزع على 8 لكل ابن سهمان، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد. أعيد: البنت ترث النصف، بنتها بنت خالتك، والباقي يروح لولاد الابن نتاعها، يعني الذكور والإناث الباقي تعصيبا. نطبقوا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الأخ الشقيق والأخت الشقيقة هذون محجوبان حجب حرمان بأبناء الابن، باش عن طريق الجهة، لأنه ابن الابن ينتمي إلى جهة البنوة، والأخ مع الأخت ينتميان إلى جهة الأخوة، وجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة. الأقرب يحجب الأبعد. نعم، هكذا يقول الأقرب يحجب الأبعد. نعم، الفرائض. إذن الأخ الشقيق محجوب، الأخت الشقيقة محجوبة. نعم. البنت لها النصف، والباقي من نصف التركة إلى 3 ذكور و2 من الإناث. هكذا دكتور؟ تمام، بارك الله فيك. شكرا. وفيك. أم وسام من البويرة. ندخل في موضوع الطلاق. نرجع لموضوع الطلاق. نعم. حكم الزوج الذي يقول لزوجته أنت طالق مرة واحدة وهو في حالة الغضب. يا قول له برك حبس برك هنا، رحم بابك، ما ديرش كيما دار هذاك اللي يسكر يتيري هذاك. الأخت أدهى وأمر. الأخت شاهيناز أم بواقي. نعم. والله شوف يا أم وسام، أولا طبعا هذا طلاق واقع. أنت قلتي في حالة غضب، هو عادة دائما الطلاق يقع في الغضب، عادة الطلاق يرافقه غضب، ولكن إذا كان الغضب بالغا لدرجة الإغلاق، هنا الكلام نقول لا طلاق في إغلاق. وليس الكل يصل إلى الإغلاق. وليس الكل يصل إلى درجة، يعني لا يصح أن يختفي الرجال خلف هذا الغضب. نعم. يعني تقريبا كل ما يجي يسوي أخوك غضبان، طبعا هو غضبان. حتى في الإغلاق فيه كلام. حتى في الإغلاق فيه كلام، يعني احنا كي نقولوا هكذا باش يسمى كمخرج تبورث، يعني عندنا في تبورث كان يسلك. نعم. باش نحافظوا على الأسرة. سبحان الله العظيم وبحمده، يعني هذا الطلاق هو صحيح حل، ولكن خلي الناس حل لمن يفقهه. نعود إلى موضوع الجهل مرة أخرى. نعم. اللي يصاحبنا في كل المواضيع. يعني الموضوع الجهل يصاحبنا في كل المواضيع، صح. كل ما كان الجهل كل ما كانت الكارثة. نعم. كل ما كانت الكارثة. اللي جاء الأحكام يطلق غضباته وشوية مرته ويتيري عليها بالطلاق. الذي يعلم يتريث. يعني الذي يعلم يتريث. قد تستفزه زوجته، قد تطلب منه كما كان مرة واحد الشيخ يعني في العمر، ولكن مجرب قالت له عجوزة نتاعو ذروي ما سار شلاغم، يعني طلق لي عندك شلاغم. طبعا شلاغم يعني في العرف يعني عندهم رجلة. نعم. تعرف واش قالها؟ كناية على الرجلة. قالها عندي شلاغم وما نطلقكش. هذه هي الرجلة. نعم. صافي لو كان ما عندوش هذا الرجلة وهذا صافي فروي ما سال شلاغم، طلق اللي عندك شلاغم، معناه الشغل مساتو في رجلته، هو رجلته ما تمساتش. هذه عجوزة يعني عندها منطق الشابات الزريعة، واش نقول لك يعني. ربي الله المستعان. الاستفزاز هو الإنسان. نعم. ماهوش في من عن الاستفزاز. معناه واحد كي يكون متوازن كما قال خويا محمد صالح، واحد يعني عارف ويتحكم في أعصابه، خلاص يعني ما يروحش إلى موضوع الطلاق، يخلي هذا آخر الحلول. أبغض الحيل عند الله عز وجل طلق. يا بنتي واش نقول لك الآن، مادام هو طلقك طلقة واحدة مرة واحدة، نعتبر هذه الطلقة طلقة رجعية، يعني وقوعها أقرب إلى عدم الوقوع حتى ولو قلت في حالة الغضب. وهذه في حقيقة تحذير له. عاش قال خويا محمد صالح ماذا بك تتبعوا هذا الإعادة تاع البرنامج باش نقولوا يا خويا العزيز، نقولوا الخطبة نقولوا يا خويا العزيز الله يهديك ويهدينا جميعا. هذه يمة ولادك أم وسام، هذه يمة ولادك، يعني زوجتك وأختك في الله وزيد يمة ولادك، يعني حاملة أبنائك وقاعدة بيتك. سبحان الله كما قالت لك. نعم. قاعدة بيتك سبحان الله، لذلك حافظ عليها. هذا واش نقول لك، مانيش نقولك تعيشوا كما الملائكة، عادي بشر
البشر يصيبون يخطئون، وهذه هي الدنيا، وهذه من خصائص الدنيا، كل مشاكل ولكن عادي تتجاوز هذه المشكلات بكل سهولة. ولكن هل تخرج كلمة طلاق يكون شرخ، يكون أدج الشامة، معنى تخلي أثر. حنا ماذا بك ما تطلقوش، يا ناس الله يهدينا ويهديكم، باش ما تبقاش هذا الخدوش، هذه الشقوق في حياتكم، كل ما تذكرها ربما تفسد عليكم يعني حياتكم واستقراركم. نقول لك يا أخي الآن رجعها ولو بالكلمة، تقول راجعتك انتهى الأمر، يعني هذا طلاق رجعي واقع، لأنه تم في حد غضب. احنا ماناش عارفين يعني درجة الغضب، إذا كان وصل في إغلاق وكذا ربما نبحث في هذه المسألة. لو كانت تكون طلقة الثالثة أو الرابعة نحوسوا على المخرج، ولكن انتم الحمد لله راكم غير في الطلقة الأولى. احمد ربي، رجع مرتك، حافظ عليها ربي يحفظ عليك، حرزها ربي يحرزك. هذا واش نقول، وربي يبارك فيكم إن شاء الله في حياتكم الزوجية، ويجعل حياتكم مستقرة، وربي يفوقكم باش يتربوا أولادكم بيناتكم إن شاء الله يا رب. فاطمة متيار الدكتور كانت كالزوجة الصالحة لزوجها، عاشت معه 8 سنوات، وحكم عليها في المحكمة بعد سماحها وتنازلها، وأفسدت بيتها امرأة أخرى. أولا هذا أيضا لون من ألوان الجهل، لعل موضوع الجهل اليوم يمشي معنا حتى النهاية. نعم أكيد. يعني درك الزواج نتاع 8 سنوات، الجهل ممن؟ يعني الجهل من الزوج. نعم. لذا كان ما عندهاش أولاد، أين الإشكال؟ الله يبارك، تقول هي صالحة طيبة طيعة معتمرة ما شاء الله، يعني واش تزيد سي فلان، يعني واش تزيد على هذا الشيء، يعني واش تزيد، يعني ماذا تريد أكثر من ذلك؟ طيب سيدي ما كانش أولاد، يا أخي ربي هو اللي يرزق ولا لا؟ ربي هو اللي يرزق. ماذا ذنبها هي؟ لماذا تحاسب على أمر لم تكن هي سببا فيه؟ ما لم ترتكب جريرة ولم تأتي جريمة، ما أين الإشكال؟ على جل ما عندهاش أولاد وتطلقها، هذا هو الوفاء. ربما هي أحرص على الأولاد منه هو. بارك الله فيك. يعني خلاص أنتم مؤمنين يا أخي، كاين الإيمان بالقضاء والقدر ولا نسيناه؟ وبالمناسبة هذا هو الامتحان. نعم. أي مؤمن يزوخ كما يحبه، يصلي ويحج ويدير واش يحبه، إذا كان في هذه ضعيف نقول ضعيف. الإيمان بالقضاء والقدر. ودت كل أنثى لو أنها بارك الله. كل أنثى كما قال خويا محمد صالح، كل أنثى تتمنى إذا كانت طفلة صغيرة عندها 3 سنين 4 سنين تعطي لها بوبية وتحكمها كأنها تربي فيها، هذا شيء طبيعي. المرأة جبلت فطرت على ذلك، وبعدين انت بكل بساطة تطلقها وكذا وترميها. ولكن هي كانت فحلة سبحان الله، حتى حينما طلقها بالإرادة المنفردة والمحكمة قضت لها ب11 مليون ونص دراهم، مع ذلك قضت عليها، يعني هي عليها مش إليها. إيه قضت عليها، هي تعطي 11 مليون. لا أنا فهمت لا هي يعني تنازلت، هي تنازلت سمحت في المحكمة، سمحت. يعني أي محسوب هذا 11 مليون تمنح لها من قبله، هكذا فهمت يعني. ليس تعويض للزوج دكتور؟ لا دوك إذا كان خلع. هي قالت حكموا علي ب11 مليون. معليش، المهم نعطي الاحتمالين. نعم. معليش نعطي عادي سهل إن شاء الله. نعم. فإذا كان قضت لك المحكمة باش هو يعطيك 11 مليون ونص، أنا هكذا دونتها وسمعتها جيدا، قالت وحكموا خلاص عليه ب11 مليون. فإذا كنت تنازلتي وخاطر كتبت الله يسمح، معنى قلت الله يسمح، معنى هذه مستوى طلعتي في المستوى الله يبارك. نعم. فالمهم يعني مادام الزوجية راحت بالنسبة لها ما تحوش على الدراهم. نعم. وإذا كان العكس، معنى في حالة الخلع، خاطر في حالة الخلع هنا يقضي القاضي بدفع ما يسمى ببدل الخلع أو مقابل الخلع طبقا للمادة 54 من قانون الأسرة الجزائري. في كل الأحوال حنا ندعو لك يا بنتي ربي يحفظك، باش ربي يرزقك بزوج صالح عاجلا لا أجلا بإذن الله. تكي على ربي وما تخافيش، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ربي يفرحك وربي يعطيك الزوج الصالح، ويكون عندك أولاد وتربيهم إن شاء الله. والدعاء موصول للجميع، جميع البنات اللي ماشي مزوجات ربي يرزقهم إن شاء الله أزواج صالحين مؤمنين. ملكة من بومرداس، السلام عليكم. نعم يا ملكة. ملكة السلام عليكم. نعم يا ملكة تفضلي. نعم نفقد التواصل مع ملكة. إلى شاهيناز من أم البواقي. الو السلام عليكم. وعليك السلام، راكي معنا يا ملكة؟ نعم
معكم. تفضلي بس باختصار لأن ما بقى. نشكركم على هذه الحصة. الله يبارك فيك. الله يبارك على هذه الحصة. بارك الله فيكم. فيما يخص حبيت نسقسي فقط على وليد بنتي في فرنسا. واش به؟ هذا تسمى دخلته المدرسة تما التانيكول تاعهم 3 سنوات ويعطوا لهم اللحم ماشي مذبوح. لما سالتهم قالت لهم ماذا بيا ما تعطولوش هذاك اللحم، تعطولو يعني في مكانه الحوت اي حاجه. قالوا لها ما عندناش الاختيار وهي ما تقدرش تخرجوه في خدامه. نعم واضح الانشغال. حبيت اني راقب تاع السيد بويزيه عندها مشكل باش تتصل به ولا يتصل بها. اذا تبقى على الخط يا ملكه، ابقى على الخط يتواصل معك زملاء ان شاء الله. الله يبارك فيك. بسم الله. شاهيناز حكايه محمد صالح معقده. اولا رافقني في هذه المعطيات. هي عندها 28 سنه، متزوجه على خلاف دائم، يعني قيرة حرب دائما مشاكل خلاف. ولكن على بالك السر وراه كاين شراب ثم كاين الخمر اكيد. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الخمر سماها الخبائث. هي الخبائث. وطبعا يا شاهيناز بنتي لازم يكون مشاكل مادام كاين الخمر حاضره اكيد يكون مشاكل. وما زال مشاكل اخرين ماشي غير في الامور العلاقه الزوجيه، حتى في امور اخرى أليس كذلك؟ طيب طلقك المرة الأولى في غضب شديد. نرجع على الموضوع هذا ولا نعلق، يعني ذكرنا قبل حين ماهوش أي غضب شديد نعتبره شديدا، لأنه كان طلق الغضبان يقع إلا إذا بلغ درجة الإغلاق. وفي موضوع الإغلاق أيضا هناك كلام فقهي، هناك مكالمة. لا واصل قال وأرجعني في اليوم الغد، يعني رجع من الغد أرجعها. طيب بس فإذا افترضنا هذه واقعة خلاص مع الطلقة الأولى رجعية واقعة. الطلقة الثانية في النفاس. طيب نافس معناها بعد شهر ثاني أرجعها. أيضا طلقها في رمضان وماشي سكران وماشي غضبان ولا غضب موش شديد. وبعدين 3 أو 4 جبتيهم مع بعض شرب الخمر، ولكن قلت يعي ما يقول ويتذكر من الغد ما قال بالأمس. معناه في حالة من الوعي. معناه الطلاق واقع يقينا، لأن الطلاق اللي إذا كان سكران هنا المسألة خلافية. مشكلة أفتيت في هذا الموضوع، هذا اللي أخلط عليها الأمر. طيب احنا واش نقول لك يا بنتي، واش نقول لك في هذا الموضوع؟ أولا طلاق السكران هنا اللي كان خلاف، هكذا في خلاف. نعم طلاق السكران عند بعض العلماء يقع لما عقابا له، لأنه أتى محرما الذي نفتي به أمام الله عز وجل وأمام العباد، لأنه أسكر نفسه وقت تكليفه. نعم يعني. فإذا سكر كان سكران طلاقه لا يقع، الذي نرتاح إليه. طيب طبعا فيها أدلة في هذا الموضوع. من هذه الأدلة أن طلاق السكران ماهوش طلاق اللي شرب شراب بركة كذا ما زالوا على الوعي، لا هذاك يقع يقينا. أما طلاق السكران مع إثمه فهو آثم فيما فعل، الذي يصل للهذيان هكذا. نعم. يقول الفقهاء. نعم يصل درجة الهذيان، لا يفقه ولا يفهم، يقول أي كلام، لا يتحكم في تصرفاته لا القولية ولا الفعلية ولا شيء. إذا بلغ هذا المستوى فهذا طلاق لا يقع، لأنه سكران بلغ هذا المبلغ منه. طيب لماذا؟ أولا لو أوقعناه لقد عاقبنا الأسرة أو المرأة التي لا علاقة لها بالموضوع. وإحنا في الشريعة ربي يقول في القرآن لا تزر وازرة وزر أخرى. نجيب لك الأدلة نتاع الرأي الثاني باش نكون يعني موضوعي. يقول لك لو كان نوقع هذا الطلاق نتاع السكران فقد عاقبنا زوجته وعاقبنا معها أولادها وأولاده وهم أبرياء، والآية تقرر لا تزر وازرة وزر أخرى، والقاعدة تقرر العقوبة شخصية. ثم الأمر الثاني أنه يعاقب على أمر الخمر، ولا نجمع عليه عقوبتين. الخمر يعاقب على هذا. ثم أن العقل دليل آخر، أن العقل مناص التكليف. في السكران اللي راه له عقل وخلاص، يعني فقد عقله اللي هو به وهو ميزانه. إذن فالعقل مناص التكليف. المهم في أدلة هذه بعضها. فنفتي بعدم وقوع طلاق السكران الذي بلغ درجة الهذيان. هكذا هذا. وهي قلت الآن راك تقولي متمسك بك وما عندوش نية، يعني بعد ما دار كل هذا الوابل من الطلقات وبعدين يقول هذا الكلام. أولا لو كان متمسكا بك فعلا لما طلقك هذه الطلقات الكثيرة.
ممكن تردي عليه تقول لا هو يجهل، أليس كذلك؟ موضوع النية هذه الأمور يا أختي تتصدر كلمة الطلاق يعني باللفظ كما يقولوا الصريح، فيقع حتى ولو بغير نية هكذا، إلا إذا كان خطأ فقد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان نصحك يا أختي أنه لازم هو وانتيا في زوج تكونوا أمام الإمام أو أمام المفتي باش تحكيوا معه، تروحوا للمجلس العلمي في أم البواقي أو أي إمام مفتي ثم باش يسمع لك ويسمع له، لأنه هو الذي طلق. يعني هذا الكلام اللي قلته متمسك وما عندوش نية وكذا، فليقل هذا الكلام للإمام المفتي. هذا الذي نراه، ما نقدرش نجزم لك الآن يا أختي بكل صراحة، ما نقدرش نقول لك هكا ولا هكا مادام سألت هنا وهنا. نعم. جبت لك مجموعة من الأحكام والسلام بالنسبة للسكراني جاوبتك عليه، ولكن ننصحك باش تروحي مباشرة بحضوره هو وتسمعاني في الوقت نفسه الرأي الفقهي أو الحكم الفقهي النهائي. نعم. شكرا دكتور. أم عبدو من البويرة، السلام عليكم. تفضلي يا أم عبدو باختصار الله يحفظك. نعم يا أم عبدو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. خويا حبيت برك نهضر مع الشيخ، نخلي له النمرو تاعي ولا يتصل بي، هذا مسهل. سهلة. لو طلبتي ذلك نعم. قلت لك عندي بزاف ونعيط له ما شاء الله ما حكمتوش وثاني دي فوا انا نعيط. خلي رقمك يتصل عليك بعد قليل إن شاء الله. شكرا. تبقت ملكة من بومرداس. هذا الموضوع تاع نعم. الذي يشكل ابنتي في فرنسا وفي المدرسة يوكلوهم اللحم غير المذبوح. نعم. طيب فيها جملة من التوجيهات. نعطيك صورة دكتور فقط في الموضوع هذا. يعني منذ أيام كلمت واحد يعني أيوة. في إطار الحملة التي تثار والرسومات المسيئة، قال الناس تدي ولادها ليه وتقريهم وتفرض شروطها على أهل البلد هنا. قلت له أنت نظرت من هذه الزاوية ولكن لم تنظر أن واحد يسلم هناك وهو أهل من البلاد تلك ويطلب من المصالح هذه أنه ما يوكلوش ولاده اللحم الغير المذبوح والخنزير. نعم. يعني هم يظنوا كل الناس تذهب من هنا وهناك إلى فرنسا أو غيرها من البلدان الأوروبية، ولا يعلمون أن هناك أعداد كبيرة تسلم وتسلم مع عائلتها. نعم. وتطلب نفس المطالب. نعم ممتاز بارك الله فيك. أولا يا أختي المسلمون هم الملزمون بتحري الحلال، هذه واحدة. وهنا الأولياء ماهوش طفل صغير، طفل صغير ما على بالوش. نعم. حتى أحيانا في بعض هذه المدارس بالمناسبة كيجي يقول مثلا احنا أولادنا أعطوا لهم الحوت ولا البيض، هم يقول لك من ناحية السيكولوجية يقول لك ما نقدروش. لماذا؟ باش ما يكونش تمييز بين الأولاد. يقول لك معنى هذا يضر بولدك. كيفاش يشوف كاع أصحابه يأكلوا اللحم هو تعطي له البيض، معنى يحس بأنها احتقار. يقول لك احنا نتاع دولة القانون وحقوق الطفولة وكذا، ويسمح لي بين قوسين يكلخلهم بهذا الكلام. ولكن نقول لك لا يضيع حق وراءه طالب. الذي نعلمه علم اليقين أنه كاين بزاف من الجالية المسلمة هناك يتنظموهم بشكل حضاري ويديروا الطالب نتاعهم إلى المسؤولين. احنا مسلمون ولازم تعتزوا بدينكم، ربي قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هكذا. والطلبوا باش ولادنا ما يأكلوش الحرام، ما يأكلوش اللحم غير المذبوح. وكثير من الجالية اللي داروا هذا العمل واستجيب لهم، ولكن لا يضيع حق وراءه طالب. ماشي واحد يدير هكذا بشكل خفيف يقول لما ولادي وكلوا الحوت. نعم. يقول لك ما نقدروش إداريا ولا من حيث الميزانية ولا شيء من هذا القبيل وبعدين يصرفكم بهذا الشكل. لا، طالبوا حقوقكم باش ولادكم يتربوا على الحلال منذ الصغر بطريقة منظمة بطريقة حضارية، وتوصلوا حقوقكم وتحصنوا ولادكم باش يأكلوا الحلال فقط وليس إلا الحلال. نعم. شكرا دكتور. نأتي إلى نهاية البرنامج. نعم إلى النهاية دكتور، بارك الله فيك. شكرا جزيلا على ما قدمت وتفضلت به لإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. الشكر لكم كذلك ولزملائي القائمين على خدمتكم. إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.